بستخدم دوبيزل بقالي سنين كتير، بس يمكن هنا في الشركة احنا بقالنا سنة ونص في السوق العقاري. فمن أول ما اشتغلنا واحنا بنشتغل مع دوبيزل. هو الدوبيزل طبعا بيسهل لي جدا اجراءات التواصل مع العميل، وبيسهل طبعا على الادمن او الاوبريشن ان هم يقدروا يوزعوا العملاء بشكل ابسط واسهل لكل السيلز، وبنقدر نعمل منه تقارير بالمستهدف البيعي اللي احنا بنوجهه في السوق. دوبيزل بيتميز بان في موظفين مور بروفيشنال ان هم بيقدروا ان هم يديروا الاكونت بتاعنا عن طريق ان هم بيتابعونا اول باول، وعن طريق ان هم بيدونا الكي ووردز اللي بنستخدمها في الاعلانات، وده طبعا بيخلينا نوصل بشكل اسهل للعملاء الكواليفايد. هو دوبيزل اكيد بيبقى اضافه كبيره لاي شركه تسويق عقاري او تطوير عقاري. لو بتكلم بالتخصص في مجال العقارات، احنا بالنسبه لينا بنستخدم دوبيزل طبعا بيفيدنا كتير جدا في الوصول للعميل اللي هيقدر ان هو يحقق المستهدف البيعي للشركه. دوبيزل بيقدم لنا ليدز كتير، بتبقى النسب بتاعتها كويسه جدا. المهم عندنا بيبقى كواليفايد ليد، وده طبعا بنحققه عن طريق دوبيزل، ان في نسبه كبيره من الليدز اللي بتوصل بتكون كواليفايد، بنقدر نحقق منها ميتنجز، ونقدر نوصل منها للعميل المستهدف اللي بنحقق منه برضو التارجت بتاعنا. توثيق الحساب كان حاجه مهمه جدا، وكانت اضافه كبيره للشركه عن طريق ان العملاء بتبقى عندها ثقه لما بتلاقي ان الحساب ده موثق جوه دوبيزل، بيبقى عندهم ثقه ان هم يتعاملوا مع الشركه دي عن غيرها بكتير. وده بسبب ان الدوبيزل نفسه بيبقى بيدي تراست اكبر للشركه بعد التوثيق، فده بيخلي ان العملاء اللي توصل لنا بتبقى عندها ثقه في الشركه دي دون اي شركه تانية بعد التوثيق. فطبعا كان اضافه كبيره جدا لينا. استخدمته قبل كده في بيع عربيه، استخدمته قبل كده في ان انا كنت بدور على حاجات عايز اشتريها من خلال دوبيزل، سواء حاجات شخصيه حاجات للبيت. لكن يمكن الفترة الأخيرة أكتر التواصل بتاعي مع دوبيزل كان من خلال اللينك الخاص بالشركة بتاعتنا أو الصفحة الخاصة بالشركة بتاعتنا، علشان نقدر نوصل للعميل اللي احنا بنستهدفه إن احنا نبيع. طبعا هي الإضافة اللي بنستناها من دوبيزل الفترة الجاية ممكن يبقى إن هم يقدروا يوصلوا للعملاء أكتر في نسبة الكواليفايد. يعني بنتكلم لو النسبة النهاردة بنتكلم في 20 ل 25%، عايزين نوصل لنسبة أكبر من كده. عايزين نشتغل أكتر على فكرة تصدير العقار عن طريق الأوفرسيز، سواء كانوا للمصريين المغتربين او للاجانب بره مصر. وده طبعا هو مستهدف دلوقتي بالنسبه للدوله كلها، ان احنا نقدر نوصل للعملاء دي بشكل اسهل وابسط، وبرده عن طريق التراست بتاع دوبيزل في الشرق الاوسط. طبعا بنرشح دوبيزل لاي حد بيفكر ان هو يطور الماركتنج عنده ويعمل اضافه في قطاع المبيعات في الشركه عن طريق زياده المبيعات. لازم يكون مشترك مع دوبيزل، لان هو من التوب بلاتفورمز اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي، فلازم يكون مشترك مع دوبيزل طبعا.